تعال اخدك في جولة سريعة جوه دماغ مارسيل كولر واقول لك هو ليه بيفضل موديست ووسام ابو علي على حساب كهربا اللي جاله اكتر من فرصة قدام زد وفشل في التعامل معاهم. وتاني، دي وجهة نظر كولر مش رأيي الشخصي. دي اول عرضية في اول الماتش خالص، شوف محاولته انه يوقف الكورة بدل ما يتمركز صح ويرجع خطوتين لورا علشان يخلصها هو اما برجله او دماغه. وبعدين بقى الفرصة الأغرب، طبيعي إن كهربا يحاول يتمركز في المكان اللي فاضي علشان الكرة توصل له، ولكنه اتمركز غلط، وبالتالي التعامل مع الكرة بقى شبه مستحيل بدماغه. وحتى بدل ما يحاول يزقها في الجون بأي وضع، لسه بيحاول يوقف الكرة في وضع شبه مستحيل. وده اللي خلى الاستغراب كمان يظهر على وش موديست ووسام أبو علي. يا ترى كهربا فكر في إيه والجون فاضي؟ على النقيض بقى شوف هنا تمركز موديست ونزوله الخطوتين اللي لسه قايلك عليهم للعرضية برغم انها كانت وراه. اي نعم، جودة الانهاء مش احسن حاجة، ولكن ما قبل الانهاء كان ممتاز. ونيجي بقى لكورة الهدف، وسام ابو علي استلام بدوران وتمرير كل ده في لمسة واحدة، وبعدين تسديد متقن من بره ال 18، هدف في الدقيقة 90. نيجي بقى لدور أنتوني موديست، عمل تمريرة ريح بيها الكرة لوسام أبو علي. بس مش كده وبس، ده حجز المدافع ومنعه من انه يطلع يضغط على وسام، وكمان خلاه بعيد عن مسار الكورة واتجاه التسديد. وهنا بيجي دور وخبرة موديست. الوعي اللي بيفتقده كهربا جوه ال 18 هو ده اللي مخلي كولر مش مقتنع بيه، او بمعنى اصح بيستخدمه كخيار تالت بعد وسام وموديست.